جتني تعليقات كثيرة، كثير من الناس وافقني الكلام. أنا قلت ما راح أدعم، تكلمت باسمي أنا، ما تكلمت باسم أحد. وفي ناس لا، تقول لك ادعم الكيان النصري، خلك معه وقت السقوط. أنا صرت معه وقت السقوط يوم ما كان في ميزانيات واللعيبة على قد حالها. الآن أنا دعم وملايين ملايين رواتبهم نجوم عالميين، واخسر من فريق ياباني وتلعب بين أرضك وجمهورك ومسار سهل. ما قابلت الهلال ولا الأهلي عشان أقول خسر من فريق قوي. كوازاكي يلعب بأجنبيين، تمعك بروزوفيتش وتافي ورونالدو دوران. إذا ما فزت الآن متى تفوز؟ أقسم بالله يا أخوان، لو شفت مباراة مثل ما أنا شفتها في أرضية الملعب غير تقول حرام يا أخي تشجع هذا الفريق بسبب اللعيبة. لا روح لا رغبة، صفر. إذا ما فزنا الآن متى نفوز؟ أدعم مين والناس نايمين؟ لو النصر خسر مباراة وقدم أداء راح أدعمه، بس ما قدموا أداء. فريق مضحك كوازاكي، ولا أحد يقول لي نصراوي جديد أنا شجعت النصر قبل لا تولد، شجعت النصر أيام محسن الحارثي وناصر الحلوي، بس كنت ملومهم، ما كان فيه دعم، يعني ما في موارد مالية، اللعيبة رواتبهم قليلة. الآن وش العذر؟ رواتبكم بالملايين ومعك نجوم على أعلى مستوى، ليه ما فزت؟ من 2020 21 الأهلي أخذ آسيا، الاتحاد أخذ الدوري، الهلال أخذ الدوري وآسيا. أنت وش سويت؟ أدعم مين؟ إذا اللاعب ما حس بالجمهور وقدر الجمهور وجاب البطولة للجمهور ليه ندعمه؟ العين الإماراتي شوفوا لعيبتهم نص ميزانيتك وجابوا بطل آسيا، ليه لعبة النصر مو زيهم؟ أدعم النادي واللعيبة متقدرين، هذا اسمه إخبار.